ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى مع بعض كده نعمل الفراخ المشوية بأبسط وأسهل مكونات موجودة عندنا في كل البيت. مش لازم مكونات خزعبلية يعني عشان نعمل فراخ مشوية. هجيب الفراخ هعمل فيها فتحات كده علشان التتبيلة تدخل جواها واللحم يشرب من التتبيلة. بعد ما عملت الفتحات دي تعالوا بقى نعمل التتبيلة بتاعتنا. بصلة كبيرة مبشورة بشر ناعم، معلقة صغيرة من ملح، فلفل أسمر، بابريكا مدخنة، كركم، معلقتين كبار لبن، معلقتين كبار صلصة، معلقة كبيرة خل، معلقة كبيرة عسل أسود أو دبس رمان، بس أعتقد إن دبس الرمان ده بيبقى موجود عندنا في كل بيت. هقلب بقى كل المكونات دي مع بعض وهحاول إن أنا أتعمد أدخلها في الفتحات اللي أنا عاملاها علشان اللحم يشرب من التتبيلة دي كويس. اغرق كده الفراخ في التتبيله علشان ابقى ضامنه وصولها ليها كلها. لازم بقى الكلام ده كله يتعمل قبليها بليله، قبل ما هطبخها بليله، او يا سلام بقى لو انا هشيلها في الفريزر او هخزنها. دي تاني يوم بعد ما طلعتها شكل اللحم كان متغير واخد من لون التتبيله وريحه التتبيله. هبتدي بقى احطها في الصينيه اللي انا هسويها فيها، وهنزل بقيه التتبيله بقى بتاعتي عليها من الوش. في نفس الحاجة اللي انا عاملة فيها التتبيلة هنزل بمجين مية، انا حطيت مج تاني عليهم علشان تستوي احسن، وحطيت عليها نفس التوابل اللي انا مستخدماها، ملح، فلفل اسمر، بابريكا مدخنة، وكركم. هقلبهم كويس وهحطهم على الفراخ. انا بقى حطيتها غلوتين كده من فوق، غطيها كويس، وعلى الوش طبعا زيت او سمنه حسب ما تحبي. غطيها كويس وخليها تاخد غلوتين كده من فوق، بعد كده دخليها الفرن. اول ما الميه تختفي خالص كده يبقى هي استوت، وهتطلع معاكي احسن فراخ مشويه ممكن تدوقيها. وبس كده.